السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معايا كده النعناع الزرعة الجميلة دي، بقول لكم جميل في الشتاء وزي الفل كده، تغلوه للاولاد ولكم يا حبايبي. مشروب جميل في الشتاء. معايا توم وبصل وفول اخضر. هتعملي ايه يا ام احمد؟ هعمل فول بالصلصة، وهعمل قلقاس بالسلق. ليه يا ام احمد؟ اكلتين عندي يا حبايبي. ابو احمد مش بياكل القلقاس، احنا بنحب القلقاس، عشان كده هعمل الفول بالصلصة. وكملوا معايا الفيديو. هنا معايا القلقاس يا حبايبي، فضلت ان انا اغسله سليم واقشره وانشفه واقطعه. لقيت الطريقة دي انضف وافضل، ما بيعملش معانا جيلاتينة ولا تلزيق ولا الغسيل الكتير بتاعه. كده بيحتفظ بايه؟ بالغذاء بتاعه. ماشي يا حبايب قلبي؟ لقيته في منتهى الجمال كده، ولا غسيل ولا عك ولا الكلام ده، لا هو كده على طول على الحلة. ما شاء الله عليه. جربت الطريقة دي وعجبتني. وفي حاجة كمان عاوزة اقول لكم عليها. القلقاس انا حطيته في الشوربه، وضفت عليه ايه يا ام احمد؟ ضفت عليه ال- اللهم صل على سيدنا محمد، ضفت عليه نص ليمونه وهو بيغلي في الشوربه، مع السلق. فرقت معاه جدا، بصوا كان طعمه في منتهى الروعه. جربوا يا حبايبي القلقاس بالطريقه دي مش هتندموا. كان في منتهى الجمال. هنا خرجت معاكم القلقاس وجينا كده على البوتاجاز. هتعملي ايه يا ام احمد؟ حطينا هنا معايا السلق ده بتاع القلقاس، هحطه فين؟ على الطاسه يدبل. وبعد كده باخده على خلاط، اضربه في الخلاط واضيفه على الشوربه بالقلقاس. ماشي يا حبايب قلبي؟ ركزوا معايا في الفيديو كده، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه. الحله دي فيها حته دهنه كانت عندي في الفليزر، وحبه زيت كده، بتخلي طعم الفول روعه. الفول دوت معمول لابو احمد. نزلنا بالدهنه والزيت والبصل مع بعض، هيصفروا ويحلوا مع بعض. وهننزل معاكم ايه عليه؟ بالثوم والصلصه. ده هيبقى فول ايه؟ بالصلصه. فول بالصلصه. كده يا حبايبي معاكم ايه؟ السلق بيدبل. معاه البصله هنا بشوح فيها كده زي ما انتم شايفين، هتصفر وتحلو كده. وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. الحله دي يا حبايبي هتعملي فيها ايه يا ام احمد؟ هعمل فيها رز مفلفل ابيض، حبه زيت ومعلقه سمنه. وهنا البصل. نزلت معاكم كده بالسمنه والزيت، وهنزل بالرز. عاوزه تاخدي رز مفلفل وجميل، شوحيه شويه كويس في القدام يا حبايبي. شوحي كويس قوي على الزيت والسمنه. وهنا معايا ايه؟ البصله بتتشوح كده زي ما انتم شايفين. هنزل عليها كده بمعلقه توم. كده نزلت معاها كده بالثوم على البصل. الله. أذان العصر بيأذن. هنا هنزل معاكم كده بالطماطم يا حبايبي.
البصل احلوت كده معانا، ونزلت معاكم كده بالطماطم. لا اله الا الله سيدنا محمد. ملح كده على الرز. يا ترى يا فايزه انت عامله ايه؟ انت ورهف طمنينا عليكم يا حبايبي. طمنينا عليكي يا فايزه، ويا ترى انت بخير وعملت ايه؟ شفاك الله وعافاكي يا فايزه. سلامي ليكي يا رحبه انت وولادك. يا ترى عامله ايه؟ بخير. هنا الكمون والفلفل الاسمر نزلت بالصلصه كده. وسلامي ليكي يا ام هانل كده من هنا لحد دمياط كده، ما تحرمش منك، بتغيبي وترجعي بالخير كله. يا رب دايما كده في الخير يا ست ام هاني. ما تحرمش منك ولا من تعليقك الجميل. فين تعليقاتك الحلوه يا زهره العمر؟ وحشتيني يا حبيبتي. هنا معايا السلق كده زي ما انتوا شايفين، دبلته على الطاسه كده، وبينضرب في الخلاط وبينضاف على الشوربه والقلقاس. الشوربه هنا بتغلي اهيت للقلقاس، والصلصه حلوت زي ما انتوا شايفين. نزلت عليها بالفول الاخضر معاكم كده. هتحلو كده ما شاء الله في الفول، وهننزل عليها بمعلقتين رز، يعني معدل معلقتين مغسولين. ان الرز اتشوح وبقى زي الفل، نزلت بالميه عليه كده. رغم ان انا كنت تعبانه والله، وتحديت التعب كده، وقمت عملت لقمه لحبايبي تدفيهم. ربنا يهديهم ويخليهم يا رب، ويجعلهم من النجحانين الفرحانين هم وعيالكم اجمعين، قولوا امين. الشوربه هنا معانا اهي. هنزل كده معاكم بالقلقاس اهو، خرجته زي الفل زي ما انتوا شايفين. منزلش في ميه، هو لمجرد ما هو اتقشر وتنشف وتخرط، ما نزلتهوش في ميه. جربوا عصرة الليمونة عليه، نص ليمونة والله فرقت كتير في طعمه. كان تحفة. تحفة بجد. هنا الفول يحلو زي ما انتوا شايفين، الله اكبر عليه في الصلصة. ما شاء الله عليه. حاجة في منتهى الجمال. هنا معلقتين الرز او اقل، مغسولين ومنقوعين. الرز ده يا حبايبي بقى ابو احمد عندي بيحب العيش متحمص له، ويغمسوا بيه، بيبقى حلو بجد. وكل واحد حسب ما بياكل وبيحب. وفي ناس بتعمله كشري، يعني بتشوحه كده مع البصل والثوم وكده والخضرة، وتنزل عليه بالرز، بيبقى جميل قوي ومفلفل وطعمه زي الفل. وفي ناس بتعمله بصلصة وجنبه رز. كل واحد يا حبايبي له طريقة في أكله. هنا التومة بتاعت الكزبرة بتاعت الطشة بتاعت القلقاس، انا نقلتها هناك تاني علشان النار ديكها عالية شوية يغلي على طول. هنا معايا الرز ما شاء الله اتفلفل وبقى زي الفل اهو. انا مش مكترة رز زي ما انا بقول لكم، عشان الحلة التانية طبعا هيتاكل منها بعيش، فهتفرق معاك. ما ينفعش تكتري يعني رز اكتر من كده. في جزء هياكل بعيش وجزء هياكل رز بالقلقاس. هنا الكزبرة انا مخرطاها وضفتها على التوم زي ما انتوا شايفين. هحمصها تحميصة محترمة كده، وهنضيفها على القلقاس بعد ما نطفي عليه ونغرفه كمان. هنا القلقاس بقى قلبه اهو ما شاء الله في الشوربة.
زي ما انتوا شايفين والله ماشية معاكم خطوة بخطوة بما يرضي الله. بالله عليكم ما تنسوا اللايك، واللي ما اشتركش يشترك، ونوروني كده على القناة. بشكر كل واحد بيكتب لي تعليق حلو، والله قد ايه التعليقات بتسعدني وبتخليني كده اتشجع معاك، واللايكات يا حبايبي بترفع القناة وبتخلي الناس كلها تشوف الفيديو. ماشي يا حبايبي. هنا الرز زي ما انتوا شايفين اتفلفل كده معايا ما شاء الله، والرز هنا استوى على الفول. يعني هي حبة رز صغير بيبقى لافف كده وزي العسل، لا تقيل ولا خفيف. لايكاتكم الحلوة بالله عليكم، بالله عليكم كده شجعوني. هنا شايفين الطشة، شايفين الله أكبر عليها. شايفين لو تشوفوها كده والله بتغلي كده في الطبق وهي مغروفة كده، حاجة روعة. الفول قدامكم اهو زي الفل، والرز المفلفل الجميل، ومفيش أجمل من كده ولا أروع من كده. صحة وهنا على قلبكم. شايفين لحمة محمرة على وش يا أولاد القس، لحمة محمرة مش تومة، ده لحمة محمرة. يا رب دايما نعمة علينا يا رب. نتقابل في فيديو جديد يا أمارات.